واحدة من أهم الحاجات وأنت بتبني أوتوميشن أو ايجنت إنك إزاي تعرف تتواصل معاه. في الفيديو ده هعلمك إزاي تتواصل معاه بأبسط طريقة ممكنة، إنك تربط الايجنت بتاعك بتليجرام. هعلمك خطوة بخطوة، وفي الآخر هديلك الأوتوميشن فور فري تعرف تتعلم عليه وتعرف تستخدمه في أي حاجة تانية. يلا نبتدي. ده عبارة عن اوتوميشن بسيط بيوريك إزاي تتكلم مع الايجنت بتاعك وتطلع منه الإجابة بتاعته. أول حاجة إزاي نربط التليجرام بانت ان. هندوس على اد نود، ندوس على تليجرام، نختارها، هنختار اون مسج. لما يتبعت لك مسج الاوتوميشن هيبتدي يشتغل. هنا بقى الفكره، هتدوس على create new credential. هيحتاج منك حاجه اسمها access token. طب دي نجيبها ازاي؟ تعالى بقى نبتدي من الاول خالص. هنخش على تليجرام، هنخش على حاجه اسمها boot father. اول ما ندخل هنكتب start. هنا هيجيب لك كل الحاجات اللي هو يقدر يعملها. هنختار new bot. هنا بيقول لك اكتب اسم للبوت اللي انت عايز تكريته. هنقول مثلا init يوتيوب. بيقول لك اعمل يوزر نيم، هنكتب برضو init يوتيوب. بيقول لك جرب واحد غيره، وبعد ما جربنا تاني قال لك done. كل اللي احنا محتاجينه هو الاكسس توكن ده. هنعمل له كوبي ونيجي هنا عند init ونعمل له بيست، ندوس سيف، وبس كده. انت كده عملت كونكشن ما بين تليجرام وانت تعرف تتكلم معاه عادي جدا. فدي كانت اول خطوه. الخطوه اللي بعديها هنحط الاي اي بتاعنا، نحط الايجنت بتاعنا، نحط له شات موديل يتكلم بيه. هنا مثلا نختار جيميناي، نحط له ميموري، وهوريك ازاي تربط الميموري دي. احنا هنا محتاجين بيانات عشان نعرف نشتغل. هندوس على اكسكيوت ورك فلو، وتيجي هنا تكتب اي رساله في البوت اللي احنا عملنا له كرييشن. كده دي المعلومات اللي جات لنا. بيجيب لك الشات اي دي، الفيرست نيم، اللاست نيم، اليوزر نيم بتاع الشخص اللي بعت لك، واهم حاجه هي التكست اللي اتبعتت. هنا هتيجي في الايجنت بتاعك، بدل ما كان كونكشن مع شات تريجر هنعمل ديفاين وندوس على اكسبريشن، وناخد نفس الرساله اللي اتبعتت من تليجرام ونحطها هنا. ده معناه ان الانبوت بتاعك هو اللي هيجي من تليجرام. وفي الميموري هنختار برضو نفس الحاجه ديفاين اكسبريشن. الكي بتاعك بقى هيبقى عباره عن الشات اي دي اللي هو ده. وبس كده انت عملت كونكشن عادي جدا. طب دلوقتي احنا دخلنا انبوت للايجنت، بعتنا له رساله، عايزين بقى نستلم منه الرساله، نستلم منه الرد بتاعه. هنعمل ايه؟ هنيجي في الاخر ناد نود، ونكتب برضو تليجرام، وندوس على send text message. اول حاجه هنحطها هو الشات اي دي اللي هو من هنا. ده بيقول لك ابعت الرساله دي في انهي شات في التليجرام. احنا هنا بنحط له الاي دي اللي احنا عايزين نبعته له. طب ايه التكست؟ ايه الحاجه اللي هتتبعت؟ الحاجه اللي هتتبعت هي اللي بتطلع من الايجنت نفسه. احنا لو عملنا ران هنا هتلاقي ان الايجنت رد علينا بالرساله. هناخدها ونحطها هنا في التكست، ولو عملنا اكسكيوت هتلاقي ان هو بعت لك نفس الرساله اللي اتبعتت. بس في تريكايه مهمه قوي، الرساله دي ما اعتقدش ان حد فينا بيحبها. هنا بيقول لك ان هو الرساله دي اتبعتت بانت ان. طب احنا عايزين نحوشها، نعمل ايه؟ هنرجع تاني للفلو بتاعنا وندوس على اخر نود، ندوس على اد فيلد، في حاجه اسمها append init in attribution، ونطفيها ونعمل اكسكيوت تاني. هتلاقيه بعت لك نفس الرساله من غير الحته اللي احنا ما كناش عايزينها. وبكده دي ابسط طريقه تربط بيها اي شات بره انت ان مع الايجنت اللي جوه انت ان. لو عايز كل الكلام ده فور فري هتلاقيه في السكول كوميونتي. ولو في اي فيديو عايزين ان انا اعمله اكتبوا لي في الكومنتس. وبس كده، اشكركم.